العربي الذي نفتخر به كلنا، لاعب منتخب المغرب وبايرن ميونخ الألماني مهدي بن عطية، بعد أن توج منذ لحظات بجائزة الجلوب سوكر أوردز. مهدي، هذه زيارة أولى بالنسبة لك دبي، تأتي إلى هذا المؤتمر ولهذه الجائزة. ماذا يمثل لك هذا اللقب؟ هذه أول مرة، نعم كما ذكرت أنا فخور جدا، ولكن ليست لدينا الفرصة ليكون هناك العديد من اللاعبين العرب في النوادي الكبرى. أنا أحدهم موجود حاليا، وأنا فخور بأن نمثل العالم العربي. هذا يتطلب عمل كبير، وأنا فخور ولا أنسى أنني في كل مرة ألعب مع البايرن في الشامبيونز ليج، وأنا أكون أحاول أن أمثل بأفضل ما يمكن العالم العربي. وهذا الجائزة أريد أن أتقسمها مع كل العالم العربي، وأقول أنني فخور جدا أن أمثلهم على أحسن حال. أنت مثلا بالنسبة للأطفال وبالنسبة للجماهير بدأت في نادي صغير قرب باريس، والآن تصل إلى أحد مدافع ربما الذي يتقاضى أكثر أموالا. يجب العمل أولا، عمل كبير، لابد أن نؤمن بإمكانياتنا وكل شيء يصبح ممكنا. أنا أقول أيضا بدون مساعدة من الله لا يمكن أن نصل إلى مثل هذا المستوى.